بالليل بيحبني، تاني يوم ما بحبكيش، تالت يوم هتقدم لك. لا لا لا، غيرت رأيي. هو مين بالظبط ده؟ مين اللي عنده شيزوفرينيا؟ مين اللي مجنن الناس كلها؟ مين اللي محسسنا ان هو استثنائي؟ مين اللي محسسنا ان هو حياته صعبة قوي؟ اهدى يا غراب، بنتكلم عن برج الجوزاء. الغراب شغال الله ينور، عشان هو احنا جبنا سيرة برج الجوزاء، فبالتالي هو ايه؟ جه على طول. ايه هو برج الجوزاء اصلا؟ انا عملت سيرش كتير قوي، بس دلوقتي عايزه اعرف واقول لكم اللي انا عرفته عن برج الجوزاء. تعالوا نرجع للاساطير وقصص زمان، وبتقول لنا برج الجوزاء برج ايه؟ كان في 2 توأم اسمهم ايه؟ كاستر وبولكس. الاتنين دول كانوا اخوات، بس هم من ام واحده، بس الاب مختلف. وكانت مامتهم اسمها ليدا، هي ملكه اسبارتا. وكانت في حفله من الحفلات اللي بيعملوها على طول دي، يعني قضت ليله كده مش كويسه مع رئيس الآلهة اللي اسمه زيوس، فبالتالي حملت منه وخلفت مين؟ وخلفت بولكس اللي هو برضو ايه؟ زي الإله بالظبط، اللي هو وريث الإله، لأن باباه زيوس هو الإله اللي كانوا ايه؟ بيعبدوه. كاستر كان بشر عادي، اما بولكس كان نص اله، لان باباه زيوس ده رئيس الآلهة. وزيوس كان معروف ان هو بيتنكر وبيحب يتجوز البشر، زي الجوزاء بالظبط. زي ما قلت لكم، بالليل هتجوزك، تاني يوم لا. بالليل بحبك، تاني يوم لا. مشبه لي زي نزار في فيلم امير البحار. وبعد كده اللي يحصل مع كاستر وبولكس ايه؟ ان هم يدخلوا في معركه وبيقولوا ان الخناقه كانت على بقره. يعني شايف الاسطوره جايبه ايه؟ وبرده برج الجوزاء لما يوم ما بيتخانق على حاجه تافهه قوي، ما بيتخانقش على حاجه كبيره قوي، لان هو بذكاء برج الجوزاء ما بيحبش يخلي الامور توصل وتتفاقم وتتصاعد من المشكله. هو بيحب يخلص الامور بدري بدري بدري، وبيحب ان هو ايه؟ يتخانق في التافهه. كان اخويا بيقول لي، بابا كان بيقول لنا لو عايز تبقى راجل في التافهه وتتصدر. برج الجوزاء هو كده، بيجي في التافهه ويتصدر. وفي الخناقه دي مات مين؟ كاستر ولا بولكس؟ بولكس ده يعني نص اله. كاستر هو اللي هيموت، لان هو ايه؟ بشر عادي زينا، لما بيدخل اي حرب او اي خناقه تافهه ممكن يتغلط. هو مات الواد. بعد كده بولكس انهار وكان متضايق قوي، وراح بعد كده للاله زيوس وطلب منه ان هو يرجع له اخوه كاستر، لان هو كان بيحبه قوي. على فكره برج الجوزاء في الحب جامدين قوي وحنينين قوي، وبي كايند قوي 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 لابعد الحدود. فراح بولكس قال لزيوس انا مش عايز الخلود من غير اخويا، انا عايز كاستر معايا، اتصرف. فالمهم زيوس صعب عليه قوي بولكس وقال له لا، انا لازم هتصرف، وان انت ما ينفعش تعيش كده. فبولكس طلب من زيوس، قال له يا تخليه يعيش معايا يا تخليني اموت زيه، اتصرف، انا ما ينفعش اعيش من غير اخويا كاستر. ده بيوضح لنا ان برج الجوزاء بيحب الاخوه، بيحب الترابط العائلي، بيحب الناس على فكره جدا جدا جدا، بس انت ما تعرفلهوش مالكه. انا جايه لك دلوقتي في الاسباب اللي بيقول لنا برج الجوزاء بيتعامل كده ليه. فراح زيوس لقاله حل عبقري، قال لبولكس ايه؟ قال له ان انت بولكس مره هتكون في الخلود، ومره هتكون مع حاجه اسمها الاولمبي، اللي هي ايه؟ الموت الابدي، يعني مره فوق ومره تحت. وبالشكل ده زيوس خلاهم يعيشوا يوم في العالم الآلهة ويوم في العالم السفلي. وبالشكل ده هنلاقي برج الجوزاء على شكل توأم، وبالشكل ده زيوس خلاهم في كوكبة واحدة عشان خاطر ما يبعدوش عن بعض. وبقى بولكس وكاستر بقوا برج الجوزاء، يعني التوأم، بقوا مرتبطين ببعض ارتباط محدش يقدر يفرقهم عن بعض خالص. وبرج الجوزاء يعني التضحية، يعني الحب، الوفاء، يعني الترابط العائلي، الترابط الأسري. على فكرة برج الجوزاء لما بيكون في علاقة حب وربنا بيتممها على خير، أو بتكون نعمة ربنا موجودة مع الشخصيات دي، بيكون حياة جميلة جدا جدا، حياة متنوعة فيها تضحية فيها وفاء. مهما عملت ومهما قلت برج الجوزاء بيكون فيه تركات بسيطة ولطيفة قوي 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 لأبعد الحدود. البابليين بقى كانوا بيربطوا برج الجوزاء بالإله آتو وأنانا، اللي هو إله الشمس والقمر. يعني آتو وأنانا اللي هو الشمس والقمر، يعني عقلين في جسم واحد، زي برج الجوزاء بالظبط، زي كاستر وبولكس. لو انت في حد في حياتك برج جوزاء، يعني انت بتشوف العالم من زاويتين، يعني انت بتكون سابق الناس في التفكير، يعني انت استثنائي في بعض الحاجات، بس انت بتكون ايه؟ شايف حاجات الناس مش شايفاها، انت سابق. ولانه هو على طول متغير في رأيه، عشان هو فاهم ابعاد الحياة وعارف مداركها وعارف اولها من اخرها. برج الجوزاء هو برج هوائي، يتحكم فيه كوكب مين؟ كوكب عطارد. كوكب عطارد ده ايه؟ التواصل والعقل.
وكوكبة عطارد هي عبارة عن مجموعة من الجوزاء نفسها، ودي موجودة بين النجوم بالفعل. يعني جوزاء يعني انت نجم موجود في وسط الكوكبة دي. وبرضه نرجع ونقول ان الربط ما بين النجوم وكوكبة عطارد وبين كاستر وبولكس هي برضه أسطورة إغريقية، عشان هم ما كانش عندهم التدوين زمان، فبالتالي كانوا رابطين حياتهم كلها بالأساطير، الحكايات، القصص من واقع خيالهم. وأسطورة كاستر وبولكس هو نسيج خيالي من دماغ الإغريقيين عشان خاطر يوصلوا لنا إيه هو برج الجوزاء. عشان خاطر الميثولوجية الإغريقية كانت بتحب القصص والأساطير، وكان أهم قصة عندهم هو برج الجوزاء، فبالتالي هم خلدوا النسيج الخيالي ده بالنسبة لكاستر وبولكس. برج الجوزاء هو 2 في 1. هو شخص متزن، هو شخص بيحب الحياة، هو شخص بيشوف العالم من زاويتين. يعني أبسط حاجة من الناس الجوزائيين اللي في حياتي أخويا وابن أختي، الاتنين 1/6 و9/6. يا نهار اسود، يعني دول مثلا أقول لهم تاخدوا ايس كريم؟ طب تاخد وردة؟ لا. اجيب له ايس كريم جنبه ياكله؟ طب انت دلوقتي قلت ليه لا؟ هو كده، هو برج الجوزاء، تعمل حسابه في كل حاجة. انت وماشي رايح السوبر ماركت عايز حاجة يقول لك لا، تشتري، صنف، مكس. هو ده برج الجوزاء. هو على فكرة بسيط جدا 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 لأبعد الحدود، وذكي جدا جدا جدا، وبتاع شغل، وحد حنان لأبعد الحدود. والأشخاص كلهم ما بيغيروا رأيهم، بس صدقوني تاني بيكون في وجهة نظر ليهم هم بيفكروا فيها. يلا بقى، عايزة أعرف الجوزائيين وحياتهم عاملة إزاي، ولو حد من صحابكم أو من عائلتكم جوزائيين وده منطبق عليهم الكلام، يلا شير لهم عشان خاطر يتأكدوا إن هم ناس مختلفين وإن هم بيقدموا كتير، بس هم بيترددوا جامد. وإحنا كبشر عاديين، يعني مثلا جدي دلو قوس حوت ما بنستحملش ولا نعرف هم بيفكروا إيه. يعني مثلا لو أنا قلت تاكل يا جوزائي، لا مش هاكل، هحط له هياكل. أنا مش فاهمة هو إحنا نفهمهم إزاي يعني مثلا. دي حاجة. وعايزة أقول حاجة برضو مهمة، السبب في ظهور البرنامج ده كمية ناس جوزائية كانت في حياتي هي لازم تظهر، ولازم تعرف إن ظهور البرنامج ده كان سببها الجوزائيين. بس كده.